يا سلام هاد الجو كيريح الدماغ. دير لي شي تصويره نحطها في انستغرام. فرعتي لي راسي بهاد التصاور. انا نصوروك. يلا التصويره الاولى الثانيه زيد كادي جو ناضين. الله يحفظك عطيني نشوف كي جاو. اش هاد التصويره صاحبي؟ واش انت ما تعرفش تصور ولا مالك؟ ياك من الصباح وانا تنصور وبقيت كتعير ليا تصور ديالي. انا غادي بحالي كاع 1 hour later. والله تنتعلم هذا التصوير دابا. شنو غادي نكتب في هذا اليوتيوب كيفاش نصور الناس بالتليفون بطريقه زوينه. ها هذا الفيديو مزيان. يلا سير باش تولي تصور بالتليفون بواحد الطريقه اللي زوينه وتطلع تصاور اللي واعرين. كاينين قواعد بسيطه خاصك تعرفهم. اول حاجه خاصك ديرها ضروري قبل ما تبدا التصوير هي تمسح وتنظف العدسه ديال الكاميرا ديالك، حيت اي غبره ولا بصمه على الكاميرا كتخلي التصويره مضببه وما بيناش مزيان وغادي تولي تبان بحال راك مصوره بكاليكاتريس. ثاني اهم حاجه خاصك تاكد منها ضروري قبل ما تبدا التصوير هي الاضاءه. حاول ديما انك تصور في شي بلاصه اللي فيها اضاءه كافيه. تقدر تستعمل اضاءه بروفيسيونيل ولا غير الاضاءه ديال الشرجم ديالك كافيه، ولكن انت غادي تصور خارج المنزل صور يا اما في الصباح يا اما في العشيه يا اما في شي بلاصه فيها الظل يا اما في الاوقات اللي كتكون السما فيهم مغيمه، حيت هكا الشمس كتكون الاضاءه ديالها ناعمه وبالتالي الصوره كتطلع واعره. ثالث حاجه خاصك ضروري تجرب زوايا مختلفه. ما تبقاش تصور ديما من نفس البلاصه. جرب انك تقرب من الشخص ولا تبعد شويه باش تشوف شكون فيهم كيعطي افضل نتيجه. حتى الزاويه ممكن تبدل، مره صور من الفوق ومره صور من التحت، حيت كل زاويه كتغير الاحساس ديال الصوره وكتعطي ستايل مختلف. رابع حاجه هي تكوين الصوره ولا الكومبوزيشن. كتعني ببساطه كيفاش كترتب العناصر داخل الكادر باش الصوره تبان متوازنه ومريحه للعين. من اشهر القواعد اللي كيستعملوها المصورين هي الرول اوف تورز. هذه القاعده كتقول انك تقسم الصوره ديالك ثلاثه ديال الاجزاء افقيا وثلاثه عموديا، وهكا كيكون عندك 9 ديال المربعات. تقدر تفعل الجريد في الكاميرا ديال الهاتف باش تشوف هذا التقسيم بسهوله. الفكره هي انك ماشي ضروري تحط الشخص ديما في الوسط ديال الصوره، ولكن ممكن انك تحط الوجه ولا العين على الخطوط ولا النقط اللي كيتلاقاو فيها هاد الخطوط. هاد الطريقه كتخلي الصوره تبان طبيعيه ومريحه للعين. خامس حاجه ديما خذ انسبيراسيون من انستغرام ولا بنترست قبل ما تبدا تصور باش هكا تعمر دماغك بافكار اللي واعره وبالتالي النتيجه ديال الصوره غادي تكون واعره. سادس حاجه فاش تسجل التصوير استعمل تطبيق لايتروم باش تعدل على التصويره ديالك وتخليها تبان بروفيسيونيل. تستاهل واحد ابوني دابا والله تندير لك ابوني ونبارطاجي القناه ديالك مع صحابي وغادي نوري لك راس الطر واش كنعرف نصور ولا لا.